هذه ما تدخلش للعقل. من بعد عام و8 أشهر اعتزال رومان سايس عن المنتخب المغربي، عودة رومان سايس للمنتخب المغربي وغادي يلعب كأس افريقيا مع المنتخب المغربي. وليد الركراكي كيفاش كيفكر وليد الركراكي رومان سايس في المنتخب المغربي؟ مع ذلك حنا عارفين بالله رومان سايس قدم اداء كبير زعما مع المنتخب المغربي، قدم اداء كبير، لكن الوقت ديالو سالا مع المنتخب المغربي. كاينين لاعبين افضل منه رومان سايس، افضل منه بكثير حاليا. بغى يكرر نفس السيناريو ديال 2022 في قطر كاس العالم. ديك التشكيله بغى يحطها، التشكيله اللي لعب بها في كاس العالم 2022 في قطر هو اللي بغى يلعب بها. هذا هو اللي بغى يدير وليد الركراكي. رومان سايس راه انسالات لمده الصلاحيه ديالو في المنتخب المغربي. ما غاديش مع احترام مثل رومان سايس، اداء كبير قدم، اداء كبير، الدرابو المغربي يلعب عليه وكيتقاتل محارب، لكن كاينين لاعبين افضل من رومان سايس حاليا، افضل منه، حيت رومان سايس راه كبر. كاينين لاعبين مغاربه شباب افضل من رومان سايس. انا ما فهمتش وليد الركراكي كيفاش كيفكر. هو صافي اعتزل دوليا، قال لك انا اعتزلت ما بقاش نلعب مع المنتخب المغربي. هو كيبين بلي راه كبر صافي، اللاج ديالو ما بقاش يستحمل يلعب مع المنتخب المغربي. مع ذلك كنشوفوا عوده الركراكي كيعيط لرومان سايس يلعب كاس افريقيا 2025 بالمغرب. باينه بالله باغي يحط التشكيله اللي لعب بها كاس العالم 2022 بقطر، بغى يلعب بها. لا يا وليد الركراكي ما متفقينش معاك. وليد الركراكي غادي يسطينا كل مره كيعيط لواحد، كل مره كيجيب لنا لائحه جديده، يسطينا مع وليد الركراكي. ما فهمنا والو مع وليد الركراكي. نتمنى الله الخير وصافي في كاس افريقيا، والله نتمنى الله الخير وصافي. اما وليد الركراكي مابقيتش فاهمو نهائيا.